ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله. هبطانة انا رحت مع ماما السوق. رحنا السوق يا حبايبي، بس الجو هوا فوق ما تتخيلوا، سجعة بصراحة يعني. شكل الحتة كده هدشتي او حاجة زي كده يعني، الله اعلم. شوف مع بعض التسويقة، تابعوا معايا الفيديو. ودي يا ماما صباح الخير يا لولو. لولو لسه صاحية يا حبايبي، وانا كنت في السوق في الهوا والسجعة. والله سمع الهوا يا ماما. سامعة يا لولو؟ عارفه بعد ما صحيتيني انا خفت انام تاني عشان خاطر نام. صحي يا حبايبي، انا شريت انجله ولا اديتها صحاها تروح هناك مكاني ان شاء الله جوه ما يبقى مش هتنام. فقلت ايه، قلت لها يا ماما خلي بالك يا سمعت اخوكي شوفي. قالت ماشي، بس هي بقى ما نامتش باين. طبعا جايبين خضره. بصوا، هو السوق مش غير الفاكهه، برتقال والاستفندي عشان هيروح. كل سنه وانتم طيبين. طماطم عندك ايه؟ طماطم حتى الطماطم دي خلص. هلا حطوها على الطماطم. ايه شفت الطماطم بس ماشي، احنا عندي السوق كله هتنفعي اللي احنا جبناه ده. هاتي مش فيها اعصاب اساسا، يمسك الشنطه. يلا نسوي يلا نسوي. ده خلاص ازاي؟ عندي بقول مش فاكرين معاكي ايه. خبر اهو موت. ده اللي سمع الشباك يا عم جبنا ماما دي. سمع الهوا عمال يهزز الشباك. انت فاكره يا ماما؟ انت فاكره امبارح كان بيقول لك كان في شتا ومش عارفه ايه النهارده. ده في النهارده هيمشي. اول حاجه طبعا جبناها كده الفلفل والشطه، لان انا مخلصه فلفل والشطه بصراحه. بقول لكم على اسعار ولا ايه يا حبايبي؟ ماما عندك اسعار يعني ايه؟ ليه؟ طبعا الجوافه ب20. هو لسه في جوافه؟ اهي الجوافه دي ب20. شوفي كده، بص عليها. ايوه في موت. ست اللاش. طبعا جايبه بطاطس ب15. بايه؟ 15. بس انا جبت 2 كيلو 25. البرتقال بقى ب10. كل سنه وانتم طيبين عشان هيروح. ممكن ده رخص كده ب10. انا جايبه بصراحه كميه علشان ب10 جنيه. انا جايبه كميه علشان خاطر ان شاء الله اروح رايحه زياره كده لناس حبايبي. فقلت ايه اجيب لهم طلبات وانا ايه في السوق المر، لان بوابات المحلات اللي هنا دي مش بلاقي فيها يعني. طبعا الطماطم الكيلو ونص ب10. كيلو ونص ب10. الموز 15. الاستفندي ب10. وجبت الكيلو ربع ب10 من واحده تانيه برضه. الاستفندي ده استفندي بس. الخيار شوفي كده الكيلو وربع ب20، يعني الكيلو 15. ده برضه موز جايبه برضه عشان خاطر ايه رايحين زياره، مع هو والاستفندي والبرتقال. الزيارة؟ ودي سمك. يا سمك من جوه. انت عايز ايه؟ ما كان في طبار، بس بصراحه هو كان في طبار بس كان رفيع كده، وانا اصلا مش لاقي في الطبار يا حبيبتي. فاكرين يا ملك ده ان شاء الله. جايبه ايه؟ بصراحه انا جايبه كيلو، لان احنا مش هناكل يعني اكتر من سمكتين 3 في الصيام ده، وهو اصلا كبير. جبت البطاطس. هحتاج مثلا في نص الاسبوع ولا حاجه نبقى نشتري من المحل اللي هنا، فرحنا فيه سمك مكرونه اصليه، وانا اصلا كنت عايزه سمك مكرونه. هروح اشوف عنده ان شاء الله برضه. يبقى وانا عندي السردينه او الجمره متوفره عندي في الفريزر يعني. كل سنه وانتم طيبين. هبدأ كده يا حبايبي افضي الطلبات بتاعتي كده اللي انا جبتها دي، احطها في كده في الشبك
والمصافي اللي انا طبعا الموجودة عندي، علشان كل حاجة تتحط مكانها كده. اللي هيفضل برا زي البرتقال والاستفندي والحاجات دي طبعا هتفضل برا من الفاكهة وكده، وفي حاجات بتتحط في التلاجة عشان طبعا ما تبصش وكده. طبعا احنا لسه في السجع بس في حاجات لازم نحطها في التلاجة زي الطماطم، وفي انواع فاكهة كده بتتحط في التلاجة برضو، وفي انواع برضو بتفضل برا عادي بتتحمل السجع وكده. فاللهم صل على النبي. قلت افضل الاستفندي اللي انا جايباه لينا وكده والبرتقال، والحاجة اللي انا جايباها لينا، والحاجة التانية انا هسيبها اللي انا كنت رايحة بها زيارة. بس يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اخر اليوم كده اليوم ما كملش يعني الحمد لله، وما رحناش الزيارة. قدر الله ما شاء فعل يا حبايبي. ادعوا لنا كده دعواتكم الحلوة، وحصل ظروف عندنا كده فعشان كده معرفتش اروح، وبقالي يومين معرفتش انزل لكم فيديوهات. كل سنة وانتم طيبين، دعواتكم الحلوة كده ولايكات حلوة منكم، تشجيع حلوة عشان الفيديوهات تتشاف كده. وطبعا بقالي يومين ما نزلتش، فيعني القناة نايمة شوية. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الطماطم هاخدها احطها في التلاجة، وهحط الحاجات دي كده كنت حطوهم على اساس ان انا هروح يعني بعد الفطار. بس يلا الحمد لله. طبعا الخس كده جبته غسلته كويس الاول والله، وبعد كده حطيته في ميه بخل كده زي ما انتم شايفين، وهنقعه كده ساعتين 3 على جنب كده. واللهم صل على النبي، اما اخلص خالص هغسله تاني. بعد كده جبت السمك اللي انا جبته ده كان كيلو. فانا ما حبيتش اكتر في السمك يعني، طبعا لان الجو برد وكده، واحنا اصلا يعني بقالنا فتره انا والاولاد مش بنجيب السمك ولا بناكله، علشان خاطر كل شويه يعني ملك تعبانه، حمدي تعبان، انا تعبانه، يعني في برد في سخونيه. فما بنحبش ان احنا ناكل سمك واحنا تعبانين بصراحه. والجو اليومين دول مش لطيف خالص يعني. انا يوم السوق ده كان بصوا كميه هوا في الجو فظيعه جدا. كان يعني يعتبر الناس اللي ماشية في الشارع والله من شدة الهوا كانت بتطير كده. فاللهم صل على النبي. انا كنت رايحة السوق، حتى الاولاد يعني حمدي قال يا ماما صحينا اجي معاكي وكده، قلت له ماشي. ده كان بالليل، فلما لقيت الجو برد وهوا وكده فصعبوا عليا، قلت لا خلوهم نايمين. وايه ملوكة حتى مش رضيت اصحيها ان هي تتنقل تروح الاوضه التانية مع اخوها، عشان يعني ما تصحاش ونومها يعني ايه يتجلج وكده. فقلت خليكي يا ملك نايمه مكانك، بس لو مالك صحي روحي له، ما صحيش اديكي سامعاه يعني ايه، خليكي مكانك مستدفيه وكده. فصعبوا عليا ما رضيتش اصحي حد فيهم، وانا رحت والله في البرد وجيت. وكان يعني بصوا كان الجو وحش خالص بصراحه يعني، والحمد لله. بعد كده قلت بقى ايه اجيب كيلو ده، ولما نحتاج في نص الاسبوع ولا حاجة نبقى. طبعا المحلات هنا كلها عاد فيها سمك وفيها خضار وفيها فاكهة وفيها كل حاجة، يعتبر زي طلبات السوق كاملة. فما عادش فيه حاجة ناقصة يعني، ولحمة مفرومة وكل حاجة عندنا هنا في المحلات. فاللي عاد بيحتاج حاجة بيلاقيها يعني دايما. الحمد لله، ربنا يوسع على الناس ويدوم الصحة بس. بعد كده جبت السمك بتاعي نضفته كويس، وقلت لملوكة هنشويه ولا هنجليه، قالت يا ماما اللي انت عايزاه. قلت خلاص نعمله النهارده مجلي، لان من زمان مش عملناه مجلي. فانا قشرت كده القشر بتاعه ونضفته من جوه كده ومن بره. واللهم صل على النبي. رجعته بقى في ميه بخل بليمون ببهارات بكده، وسبته على جنب فلفل اسود وكمون، وسبته بقى على جنب كده في الطبق. وبعد كده جبت الخس بتاعي. كان عدى فترة يعني وانا ناقعة السمك ده، واحنا طبعا في صيام، يعني الواحد بيعمل الحاجة براحته كده، مش شرط كله مع بعضه يعني. بس انا طبعا الفيديو بنزل لكم مع بعض ورا بعض كده. لما صل على النبي جبت الخس غسلته تاني كويس، وغسلته ورقة ورقة، وبعد كده حطيته في المصفى على وشه كده، وسبته بقى ايه في الطبق كده يصفي المية، لان انا طبعا مش هحطه النهارده بره في البلكونه عشان خاطر الجو هوا وعفار وكده. فقلت يصفى براحته جوه كده في الطبق. فبعد كده جبت طبعا حبايتين بطاطس كده وقشرتهم، وقلت اعملهم النهارده بقى صوابع كده علشان خاطر يبقوا طبق في ريح السمك كده. ما رضيتش اعمله شيبسي، ما ينفعش مع السمك كده بطاطس شيبسي. فقلت لا، هي البطاطس الصوابع دي اللي تنفع النهارده، عشان طبعا الاولاد اللي مش حابب ياكل سمك جدي كده ياكل برضو بطاطس، ياكل سلطة كده يعني. وبعد كده جبت الدجة الحلوة بتاعتي، عملتها توم وفلفل الوان وشبت وكمون وليمون. طبعا دجيت ده كله في الهون زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بجيبه
احشي بيه السمكة من جوه كده، واحشي بيها الفتحات اللي انا عاملاها في السمكة دي عشان تشرب كده من الخليط الحلو ده وتدينا طعم حلو. بعد كده هجيب الدقيق اللي هو الطحين يعني، هحطه كده عليه شوية كمون وفلفل اسمر هبهره يعني وشوية بهارات. والله صل على النبي، هكون مولعة بقى على الزيت ده، كان خلاص يعني قبل المغرب بنص ساعة. يعني الكلام ده انا كنت عاملاه من بدري، وسابه السمك من الظهر منجوع وكده بعد ما جيت من السوق. والله صل على النبي، ده كان بقى اخر اليوم كده ساعة الفطار. خلاص بدأت ان انا اجهز الفطار بتاعي بقى، اجلي السمك واجلي البطاطس، وكان خلاص بقى ولعت الزيت وحطيت السمك بتاعي، والعين التانية عليها الطاسة كده فيها البطاطس. واللهم صل على النبي، البطاطس دي انا كنت جاليها نص جالية من الظهر، وسبتها في الزيت بتاعها، وجيت المغرب ولعت عليها تاني. بتطلع بقى مجرمشة ومش شاربة زيت مننا كتير ولا حاجة، وشايفين بتبقى ما شاء الله شكلها كده وطعمها جميل جدا. والرز بتاعي عملت طبق صغير كده، وكان عندي رز باقي من امبارح، حبيت ان انا احطه عليه واسخنه معاه، مش رضيت ان انا ارميه يعني وكده خسارة. اللهم صل على النبي. كملت بقى تجهيز الفطار بتاعي وخلاص، كان يعني المغرب ما عادش عليه حاجة، وانا بقى كده خلصت، والسمك جليته وخلصت كل الاكل، وشلت بقى الحاجة من على البوتاجاز، ورصيت الصينية بتاعتي جهزتها، وقلت بقى امسح البوتاجاز بالمرة كده بالسلكة والصابون كده، وبخلجة او قماشة مبلولة مية، وبمسحه وبظبطه كده علشان طبعا الزفارة. والله ما صل على النبي، مش عشان يعني الزفارة بس، انا طبعا بعد الطبخ وكده كل يوم لازم امسح البوتاجاز بتاعي. هو مش نضيف جو بس يعني مسحة على السريع كده كل يوم يا حبايبي، لما ان شاء الله نعمل له روتين حلو يعني. طبعا استعجالة بقى علشان مالك والكلام ده كله، خلاص كان حمدي بقى مش صابر، الأذان كان أذن على فكرة. كان حمدي بقى مستعجل عشان طبعا صايم طول النهار يا حبايبي، وطفل وكده، والجو سجعة وجعانين. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يهديهم ويبارك فيهم يا رب. طبقين سلطة حلوين كده، وطبق المخلل، وطبق البطاطس، والرز الحلو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، والسلطة والسمك. مدفع الاطفال. شايفين حمدي كان بيقول ايه؟ المغرب أذن ومدفع الاطفار ضرب. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، بحبكم في الله، دعوة حلوة من قلوبكم واللايك الحلو، والسلام عليكم.